بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار بسنته واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور في قلبي، نستضيء بهذه الحلقة الإسلامية المباركة لنتعرف سويا ولنقف سويا عند الوقت وقيمته وأهميته ومنزلته بالنسبة للإنسان. فوقت الإنسان هو عمره، هو حياته، هو أيامه ولياليه التي تمر عليه، فلا ينبغي أن يضيع الإنسان وقته هدرا. وينبغي على كل مسلم أن يعلم أن الوقت ثمين، وأن الوقت غير رخيص، وأن الوقت ينبغي أن يقضى كله في طاعة الله، في ذكر الله، في العمل النافع المفيد للإنسان والمفيد لبلده ووطنه والمفيد لمجتمعه والمفيد لأبناء أمته. حينئذ يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يكتب الإنسان من الذين لا يهدرون أوقاتهم ولا يضيعون أوقاتهم فيما لا يفيد. نتعرف على قيمة الوقت وأهمية الوقت ومنزلة الوقت في الإسلام، ولكن بعد فاصل قليل. نور بصيرتي باليقين واغفر ذنوب المؤمنين التوابين، وارحمني في يوم اللقاء من الابتلاء ومن الخجل من الذنوب لما أتوب من الدموع في القلوب. ووعدني يا رب البقاء بالسكينة والصفا، وفرحتي في حضرتك وكل شيء في قدرتك. يا كريم يا حليم اقبلني في دار النعيم، ما يأست يوم من رحمتك وبدوب في نور محبتك. يا ربنا يا ربنا اقبل توبتنا كلنا، وافتح لنا باب السماء وسيدنا النبي يشفع لنا. عدنا إليكم لنتعرف سويا على أهمية الوقت. كثير من الناس يضيعون أوقاتهم فيما لا يفيد، فيما لا يعود بالنفع على أنفسهم ولا على أوطانهم ولا على أبناء أمتهم ولا على جيرانهم ولا على أصدقائهم، فيهدرون أوقاتا كثيرة ويضيعونها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أناس لم يعلموا للوقت منزلة، ولم يعرفوا للوقت قيمة، ولم يعلموا أن هذا الوقت هو جزء منقوص قد انتقص من عمر الإنسان. فالوقت هو عمر الإنسان، ومنزلة الوقت منزلة عالية، وإلا ما أقسم الله تعالى به. الله تعالى قال لنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، وليس المقصود بالعصر هنا صلاة العصر، ولكن المقصود بالعصر هو الزمن، جمع عصور،
أزمان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقسم الله تعالى بالضحى والضحى والليل إذا سجى، وأقسم الله تعالى بالليل والليل إذا يغشى، وأقسم بالنهار والنهار إذا تجلى. كل هذه أوقات أقسم الله تعالى بها، ولولا أن هذه الأوقات ثمينة عند الله تعالى ما أقسم الله تعالى بها، لأن الله العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. فمن عظمة الوقت أقسم الله تعالى به، أقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر إلى غير ذلك من هذه الأوقات التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل لتدلنا دلالة مباشرة ولتنبهنا تنبيها بليغا على أهمية الوقت الذي يعيشه الإنسان. كثير من الناس يهدر نهاره ويهدر ليله، يضيع كثيرا من وقته بداعي أنه يقتل الوقت. لماذا تجلس هذه الجلسة أو تقف في هذا المكان؟ يقول إنني أضيع الوقت لأصنع كذا وكذا، أقتل الوقت لأصنع كذا وكذا، أسلي الوقت لأصنع كذا وكذا. هذه كلها عبارات مرفوضة في الإسلام، وقائلوها لم يعلموا دينهم ولم يعرفوا إسلامهم ولم يتخلقوا بأخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، نلتقيكم ولكن بعد فاصل قليل. بدعي في الحياة ألقى طريق، وعملي فيها يملؤك يبل ريق. ده كل شيء في الدنيا غيرك مش حقيقي، وكل أملي يفضل القرآن صديق، لحد ما في الدنيا دي العمر يخلص ويبتدي من بعدها العمر الحقيقي. عدنا إليكم أيها المشاهدون الكرام بعد فاصل قليل لنواصل المسيرة حول أهمية الوقت. والشاعر يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. يعني الوقت شيء نفيس، والنفيس يعني الشيء الغالي، الشيء الثمين. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وأسهل شيء يضيع على الإنسان، فلماذا يضيعه الإنسان؟ ليس هناك وقت لدى الإنسان ليهدره في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: أنت تريد أننا نقضي الوقت كله صلاة وصياما وذكرا وتسبيحا، وماذا نصنع في حياتنا؟ أليس هناك أشياء تسمى باللهو المباح أو اللهو الجائز؟ نعم، هناك أشياء تسمى باللهو المباح، لكنه لهو أباحه الإسلام. إنما أن تضيع حياتك وأوقاتك كلها أو معظم أوقاتك كلها في اللهو وفي اللعب وفي السمر وفي السهر
في غير ما يفيد، في غير ما يعود عليك بالنفع، لا في دينك ولا في دنياك ولا في أخراك، هذا أمر مرفوض. والله سبحانه وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتك لله، حياتك لله، مماتك لله، عبادتك لله، أنت كلك لله، وقتك هذا ينبغي أن يكون لله. الإنسان يستطيع أن يأخذ أجرا على طعامه وشرابه، حتى على نومه، وهو في النوم يستريح للعبادة. هب أن إنسانا جاء بعد صلاة العشاء فنوى أن يقوم بالليل، ثم نام قليلا ليستيقظ بالليل في أواخر الليل في أوقات السحر ليناجي ربه، ليقوم بين يدي ربه بالصلاة والذكر والتسبيح، قراءة القرآن، الاستغفار إلى غير ذلك. هو نام قليلا، هذا النوم هو مأجور عليه، يأخذ أجرا، فهذا النوم من قبيل الأشياء المباحة. لكنه إن نوى بهذا النوم أن يقوم ليلا، أن يستعين بهذه الدقائق أو بهذه الأوقات التي يقضيها في النوم على طاعة الله، أو يستعين بأوقات النوم في الليل على عمل النهار، يستيقظ مبكرا فيصلي الفجر أو يصلي الصبح في جماعة أو غير ذلك، ثم يذهب إلى عمله مبكرا ليقضي مصالح الناس وليكون في خدمة الناس، وليستعين بهذا النوم على خدمة الناس أو على العمل المفيد المثمر له ولآل بيته ولأولاده، حتى يأتي لأولاده بلقمة عيش. هذا كله من قبيل الأشياء المباحة، لكنه أخذ أجرا على ذلك. كذلك الطعام الذي يتناوله الإنسان في آخر الليل، وهو طعام السحور الذي نبهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يستعين الإنسان به على صيام النهار. فأنا نويت أن أتقوت بهذا الطعام ليلا لأصوم نهارا. إذن هو الطعام من الأشياء المباحة، لكنني استخدمته في طاعة الله، أو أستعين بهذا الطعام على أداء مصالح الناس، على أداء مصالح العباد، على العمل إلى غير ذلك من هذه الأشياء. كل هذا يكتب في موازين الحسنات يوم القيامة. أيها المشاهدون الكرام، نلتقيكم ولكن بعد فاصل قليل. اللي بتسأل عن الأسباب، الرزق دايما عالوهاب، والعسر ساكن بين يسرين، رزق الطيور في النور مبدور، والفرحة بالعدل وبالدور، والجنة لايقة على الصابرين. أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم لنتحدث حول أهمية الوقت. لقد علم
السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم قيمة الوقت، فرأيناهم وقرأنا عنهم وسمعنا سيرتهم وأخبارهم أنهم لا يضيعون وقتا في غير طاعة الله وفي غير ذكر الله، في غير عمل أو القيام بعمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. الله تعالى علمه وقال له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كان من الجائز أن يقول الله تعالى له: فإذا فرغت يا محمد من عمل النهار أو فرغت من عملك فاسترح قليلا، اهدأ قليلا. لكن فإذا فرغت من عمل النهار فانصب، أي انصب قدميك بين يدي الله. هناك عمل بالنهار وعمل بالليل. عمل النهار والقيام بشؤون الحياة، بأعباء الحياة المادية والمعنوية والاجتماعية إلى غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله في مهنة أهله، كان يرقع ثوبه ويخصف نعله إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي ذكرتها أم المؤمنين السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه مع آل بيته. وهو الذي كان يرعى الغنم، وهو الذي كان يتاجر في أموال قريش إلى غير ذلك من هذه الأعمال. لكنه صلى الله عليه وسلم منذ أن يأتي ويقبل الليل ويرخي أستاره يذهب إلى ربه للقيام وللذكر والمناجاة بين يدي الله. فهناك عمل النهار وعمل لليل. يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا عمل النهار، الدعوة والتبليغ والإرشاد والتوجيه والنصح لأفراد الأمة ولأفراد المجتمع البشري وتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. هذا عمل النهار. وعمل الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي وقته كله في طاعة الله وفي عبادة الله، وهكذا تعلم منه السلف الصالح. رأوا رسول الله قدوة أمامهم لا يهدر وقتا ولا يضيع حياته في غير طاعة، وإذا بهم يستنون ويقتدون بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، تتفطر وتتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم ولكن بعد قليل. مين يمدحك مين يوصفك وانت اللي ربك انصفك، رفعك الى سبع سماء وبنشر دينه كلفك، لمكارم الاخلاق هداك، وجدك يتيم ضمك اهواك، جعلك ختام الانبياء ومن كل خلقه اصطفاك. محتار في مدحك اذكر ايه وانت اللي ربنا قال عليه، لو تيجي سيرتك في الكلام نقول سلام وصلاة عليه. انا اطلع علشان اقول كلام على سيدنا الرسول، انا كل املك لا بيه والحوض انول شرف الوصول.
أيها المشاهدون، إن قيمة الوقت قيمة عظيمة، وعظم الوقت ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل الإنسان يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، فيما ضيعت عمرك، فيما ضيعت أوقات شبابك وأوقات هرمك، فيما ضيعت حياتك، فيما أفنيت حياتك. أنت الذي تجيب: هل قضيتها في طاعة الله، في ذكر الله، في الاستعانة بالله، في التوكل على الله، أم قضيت أوقاتا كثيرة وأهدرت أياما عظيمة وأهدرت أوقاتا كبيرة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى؟ الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي على ابن آدم قائلا: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أبدا. اليوم الوقت، الساعة، الدقيقة التي تمر على الإنسان لن تعود إليه مرة أخرى أبدا، فقطار الزمن يجري بسرعة عجيبة، وخاصة في أيامنا هذه. بمجرد أن تبدأ أيام الأسبوع إذا بك ترى الأسبوع ينصرم سريعا وينتهي سريعا. تبدأ بيوم الجمعة فإذا بك ترى الجمعة المقبلة، وحينما تأتي أمام يوم الجمعة أو وقت الجمعة تتذكر وكأنك صليت الجمعة أمس أو منذ يومين. لماذا؟ لأن الوقت سريعا ما ينتهي. فالعاقل الحصيف أن الأيام تجري بسرعة غريبة، فإذا به يقضي أيامه كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، في قراءة القرآن، في الإحسان إلى الناس، في التصدق إن كان ذا مال وإن كان ذا ثراء وغنى. إذا به يقضي أيامه كلها في ذكر الله سبحانه وتعالى، وكان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء أعد الله سبحانه وتعالى لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا الوقت العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.